مسيت العافية عليكم. أغلب الناس اللي يتعرضون إلى صدمة من أشخاص قريبين من شدة الوجع والألم يختصرون الموقف بكلمة واحدة لا أكثر. وسالفتنا اليوم كالتالي: يوليوس قيصر إمبراطور روما العظيمة بلحظة الطعنة الأخيرة من قبل صديقه بروتس قال له: حتى أنت يا بروتس؟ إشارة للدهشة والتعجب للخسارة الفادحة بالعشرة. انطلق ويليام شكسبير بمسرحيته الأولى وذكر حتى، وهي عبارة عن حرف عطف ومعناه الانتهاء للغاية. وهنا بدأ دور الشعر والشعراء العراقيين باستخدام هذا الحرف. وأول شاعر كتب هو الشاعر جبار صدام بأغنيته الشهيرة حتى أنت. حتى أنت رضيت بهاي العيون، حتى أنت صرت أول الناس اللي يلومون. هاي الأغنية اللي غناها الراحل علي جودة، وقصتها تتكلم عن امرأة تعاتب ابنها اليتيم العاق. وبعدها النهر الخالد الشاعر الكبير الراحل كاظم اسماعيل القاضي وظفها بهواي قصائد، وكانت أول قصيدة سفرت مجانين. وقال بوقتها: حتى هذا القمر لعبه، من خلص دوره وطلعنا نزلوه أهله بحبل. ورجع الشاعر الكبير كاظم القاضي وظفها بقصيدة أخرى اللي هي: حتى أنت قلبك لعب، حتى أنت يا للعجب، وسحبت روحك مثل أي واحد اللي انسحب، مشكور ما قصرت ويا الأرض صرت. أكثر مجتمع استخدم الحتى بمواضيع العتاب هو المجتمع العراقي بكل أطيافه، لأن أغلبنا تعرض للانتهاء والوصول للغاية. يا ترى إيش قد عندنا أشخاص بحياتنا يستحقون أن نقول لهم هذه الكلمة اللي قالها يوليوس قيصر: حتى أنت يا بروتس؟ في ماله.